السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة سفيرة السعادة أم علياء. النهاردة هستعرض معاكم روتيني لما كان ولادي صغيرين. إن شاء الله يا بنات هبدأ معاكم روتيني النهاردة من أول ما بنصحى من النوم بعمل إيه بالظبط، بتصرف إزاي مع ولادي، بعمل إيه في البيت، بجهز فطار إزاي، إيه الحاجات المهمة اللي بعملها في المطبخ في البيت. كل ده هنشوفه وهننضف وهنمسح. فيديو تشجيعي من الدرجة الأولى، وإنتي كمان شجعيني باللايك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. خليكي دايما على ذكر الله لتحيي حياة طيبة ان شاء الله يا بنات. النهاردة زي ما انتوا شايفين كلهم دلوقتي بدأت اصحيهم. تمام. اول حاجة احنا بنكون اصلا مصلين الفجر، ده كده احنا صاحيين تقريبا على الساعة 10 الصبح. فتحت البيت كله الشبابيك، دي كده اول حاجة هعملها. قبل ما بنام بكون مجهزه انا هعمل ايه تاني يوم. يعني انا عارفه نفسي هطبخ النهارده، عارفه نفسي ايه اللي هيتنضف في البيت، مش صاحيه كده ان انا ملخبطه ومتمرجله. ترتيب البيت ونص الشغل بينجز من بالليل، اللي هي التسابيح بتاعت بالليل بنقولها قبل ما بننام. هو خير لكم من الخادم اللي ذكرتكم بها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعلي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء: الا ادلكما على خير لكم من الخاتم، اذا اويتما الى مضاجعكما فسبحا 33 وكبرا 34 واحمدا 33. وليها كل يوم هتشوف ان شاء الله باذن الله العجب في يومك وقوه غريبه وانت بتعملي شغل بيتك وبتنجزيه. خدت كده في ايديا مفرش السفرة كمان عايز يتغسل. النهارده ميعاد تغيير الملايات. في الصيف بغير الملايات تقريبا يا بنات يوم ويوم. الصيف بيحتاج مني تغيير ملايات يوم ويوم حتى لو نظيفه، العرق بقى وكده فبغسلها على طول. هاخد دورة الملايات كده معايا، يبقى بند الغسيل خلصت منه. جهزت البيت للتنظيف، بس مش هو ده اللي هعمله دلوقتي اولادي الكبار مسؤولين عن نفسهم. عندي عبد الله وجمانه اللي هم سن صغير، دول المسؤولين مني انا مسؤوليه مباشره. سوره البقره ما تنسوهاش يوميا، املوا بيوتكم بسوره البقره بتملا البيت بركه. ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه البقره. دلوقتي عبد الله بقى قاعده انيمه من هنا يقوم لي هنا، بس انا وراه الزمن طويل. قمت كده حميته يوميا الصبح، خاصه في الصيف لازم يستحموا يوميا. تمام. وبعد كده حميت جمانة كمان وبسرح لها شعرها. دول يا بنات مسؤولين مني انا مسؤولية مباشرة، لكن اولادي التانيين الكبار هم اللي بيعملوا كل حاجة بنفسهم. تمام. سرحت الجمانة. لو عندك بنوتة انا مش بعلمك، انا بس بفكرك انها حتى لو شعرها وحش كل يوم سرحي لها كده، خليها كده نظيفة، خليها فرحانة وهي بتلعب، خليهم كده يحسوا بنشاط، يحسوا يبداوا يومهم كده وهم ايه مبتهجين كده، خاصة الولاد قاعدين في البيت فلازم نعوضهم. ده بيت الكور والالعاب. الحمد لله يا بنات جبته، ما كنتش عارفاه بيتباع فين واخيرا جبته. زوجي جابهولي كده من محل. ده كان سعره 150 جنيه. وفر عليا ان الالعاب كانت دايما متبهدله في ارضيه البيت وبيتي ضيق، وانا ماشيه المكعب يجي في رجلي، الكره اتكعبل فيها، عارفين انتوا الحاجات دي. تمام. خلصنا خلاص كده الجزء بتاع بره، وعرفنا ان احنا هنعمل ايه بس بعد الفطار. وانا داخله اجهز الفطار مطبخي بيكون بايت من بالليل نظيف. انا عارفه نفسي هعمل فطار سريع، وحوالين الفطار وهو بيتعمل هكون بعمل شويه حاجات جايه من السوق عايزه تتنضف هعملها معاكم. سترة المطبخ اللي عجباني واللي ماليه عينيا ومفرحاني، والله فرحانه بيها جدا كانه مطبخ جديد. تمام. هبدا كده يا بنات اخد البيض اسلقه. تمام. وحواليه هبدا اعمل شويه حاجات. نسيت اقول لكم حاجه في اول الفيديو، بس انا عارفه ان انتم ما بتاثروش فيا يا بنات. ما تنسيش اللايك تشجيع ليا عشان اقدم دايما فيديوهات واعرف ان فعلا المحتوى عجبك. تمام. هبدا كده احط البيض على النار، والحاجات اللي المفروض هعملها في الفطار مطلعها من التلاجة، طلعتها في عين الزيتون والجبنه والحلاوه والحاجات دي علشان اجهز على طول. كل يوم الفطار مش هو ده كده عندي، احيانا ممكن يبقى طعميه وبتنجان وبطاطس مقليه وجبنه، مش كل يوم نفس الحاجه بعملها عشان ما يزهقوش. نيجي كده على الغدا. طبعا انا نايمه من امبارح وعارفه نفسي ان انا النهارده ان شاء الله عندي مسيح في البيت، فهعمل مكرونه بشاميل. تمام. المكرونه بالبشاميل بعملها دايما في اليوم اللي هو يعني مش محتاجه ان انا اقف في المطبخ كتير. وده حاجات جايه كده يا بنات من السوق. بتنجان ابيض هبقى اعمله معاكم ان شاء الله محشي. وورق العنب ده مقطفاه وغسلته من بالليل. تمام. ومصفياه، وبعد كده اديته للبنات رصوه علشان هخزنه معاكم دلوقتي. هخزن معاكم ورق العنب بطريقه يقعد معاكي السنه كامله كانه لسه طازه.
قبل كده همسك الباميه انقعها. حبايبي اللي لسه مبتدئات، الباميه قبل ما بتتقمع بنغسلها الاول. ما ينفعش تغسلي الباميه بعد كده تقمعيها، هتمزلق منك كده وتعمل الخيوط اللي انت بتشوفيها دي. لازم تغسليها بايديكي كذا مره، وبعدين بروح نقعاها بعد لما اغسلها كمان كويس، وبعدين كبه ميتها ومشطفاها في الاخر، وبعدين حطاها تتصفى. لازم اسيبها لما تنزل ميتها خالص واقمعها وهي ناشفه. الباميه مش هعملها النهارده، بس انا عايزه ادخلها التلاجة وهي نظيفه، وهي خلاص على قد العمال على طول. تمام، يعني انا مش هقمعها النهارده، لا انا النهارده هدخلها التلاجة وهي مغسوله وناشفه، بحيث ان انا اطلع واقمعها وقت ما اعملها بكره او بعده. المواعين دي متكفيه من بالليل من وقت غسيل المواعين. تمام، هحطها وابدا بقى معاكم دلوقتي يا بنات اعمل ورق العنب الاسترتش. سهل قوي، بتفردي الاسترتش وتاخدي مثلا قيمه شويه كده كويسين، وبعدين تبداي تلفي الورق من الجناب بالذات، اهم حاجه هتشوفي دلوقتي عملي. كل سنه وانتم طيبين يا بنات. احنا بدأنا في شهر ذي القعده. ذي القعده من الاشهر الحرم، والبنات حبايبي اللي مش عارفين يعني ايه الاشهر الحرم، ايه يا ام عليا، هو ذي القعده ده ليه فضل كمان؟ هو احنا عارفين رجب وشعبان ورمضان وذي الحجه، هو ليه فضل؟ ايوه، هو اول الاشهر الحرم. الاشهر الحرم يا بنات اللي معظم فيها الظلم ومضاعف فيها الذنوب، وكذلك ان شاء الله الاعمال الصالحه يكون لها ثواب اكبر. يعني ما تظلميش، ما تغتبيش، ما تعمليش ظلم في خلال الاشهر دي، زي ما هو محرم القتل محرم الظلم كمان. فالذنوب فيها بتكون اكثر تغليظا، انتهاك حرمات الله اكثر عقوبة في هذه الايام. بنبهك وافكرك، لان في ناس كتير بيعدي عليها الاشهر الحرم زي ذي القعدة ما بينتبهوش ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه فضل برضو في ذي القعدة، اعتمر 4 مرات في شهر ذي القعدة، اعتمر 4 مرات خلال شهر ذي القعدة، علشان الأعمال الصالحة بتكون محببة فيه، والبعد عن السيئات لأنها بتكون مضاعفة فيه السيئة. تمام. طيب اللي أنا لما بجيب ورق العنب يا بنات بعمل كل مرة، بعمل حسابي في مرة هعملها فريش هطبخها، وشوية عينهم خزين، اللي أنا عينته خزين عينته، والباقي مغسول ومتنضف، وبحطه في كيس حفظ في التلاجة لغاية لما يجي وقت سلقه وعمايل المحشي. لما بتجيبي الخضار من السوق وتعينيه في التلاجة اول باول كده، بيوفر عليكي كتير جدا وقت ومجهود، وبيخليكي تطبخي الاكل من غير ما تكسلي. يعني ده طبعا البيض المدحرج معروف طريقته، شويه سمنه بلدي عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين، وتحط البيض وتلفيه فيهم كده، البيض اتدحرج في السمنه فهو اسمه بيض مدحرج. تمام. دلوقتي يا بنات عايزه اقول لكم ان انت لما بتنضفي الخضار بيسهل عليكي الطبخ بعد كده، وبيخليكي ما تكسليش وما يخليش عندك خضار يبوظ في التلاجة. لكن لما تجيبي وترمي كده حتتك بتتك بقى في التلاجة وتلفي وترمي، الحاجات دي بتبوظ منك وبتتلف. لو كسلتي في يوم ما طبختيش، اسبوع كنت تعبانه، فاكيد الخضار مش هتعرفي تقومي تطبخي، بتسلكي مثلا، فالخضار ده بيبوظ. لكن لو الخضار عندك متنضف حتى اقل حاجه هتفرزيه. تمام. دي طريقتي دايما في الحاجات اللي بتيجي في السوق، بحاول ان انا انجز يوم ما تيجي. وادي الفطار جاهز معايا، سهل جدا وحاجه بسيطه. زي ما بقول لكم مش لازم كل يوم نفس الاكل، كل يوم بحاول ان انا انوع لهم في الاكل. مره اعمل بتنجان مشوي بيكون جميل قوي بنحبه كده يعني. بس ده فطار يعني بحس ان هو سهل مش محتاج تحضير، عشان النهارده عندي شغل تاني في المطبخ، فهو دي الحاجه اللي خلتني ان انا بعمل بسرعه. تمام كده خلاص اهو حبايبي. دورة فطرنا، دورة النشير طلعت، المفرش بتاع السفرة ده غسلته، عشان دلوقتي طبعا هو ما عنديش غيره صراحة، ماليش بديل ليه. فدلوقتي علشان لما نمسح وننضف افرشه على طول ان شاء الله باذن الله يكون نشف. هو عامه بيطلع ناشف من الغساله. نيجي دلوقتي على اوضه الاولاد. اول حاجه عبد الرحمن نضفها، يعني هو نفضها وكنسها، وانا ادخل حطيت له الملايات زي كده، ومسحت الارضيه بالشرشوبه، والصاله همسحها بالميه هنشوفها دلوقتي. طبعا الاوضه متهويه من الصبح ومتلمعه، والازاز واتلمعت وبقت ايه جميله جدا ما شاء الله. نيجي بقى دلوقتي على اوضه البنات، هم اللي عملوها بنفسهم من الالف للياء. غيروا الملايات برضو ونضفوها معاكم قبل كده كذا مره،
وعليا قالت لي يا ماما احنا عايزين نمسحها بالميه علشان محتاجه ميه، مش الشرشوبه طبعا بتنضف يا بنات، بس احنا بنحب نكب ميه كده ونمسح يعني. فكل مثلا فتره كده على الاقل لازم يبقى فيه ميه كده بمساحه بمعطر كده، بتخلي الاوضه فعلا جميله. ده يا بنات هبدا اشيل بيت الالعاب اللي ريحني جدا وخلى الالعاب فعلا مش متبهدله في البيت، والولاد فرحانين بيه عامه. حطيته على السفره وهبدا اكنس الجزء ده، والصاله كده اتكنست، دي اخر حاجه في البيت، والمطبخ نضيف. بعد الفطار كان شويه مواعين بسيطه عملتهم على الحوض كده، كل حاجه وديتها الناحيه التانية دي عملتها بالشرشوبه عشان هيبقى فيها خشب السفره. الناحيه التانية دي هي دي بقى اللي هكب فيها ميه وتحت الركنه، وهنضف كويس جدا. يا رب تكوني بتتشجعي معايا وشايفه نظامي من اول ما بصحى من النوم بعمل ايه، كده اليوم يمشي معاكي كويس. اي نعم بتتعبي في اول اليوم، بيبقى فيه مجهود، مش هقولك ان انا الحاجات اللي بعملها الصبح دي ببقى مرتاحه او ان انا ابقى يعني مش تعبانه، لا ببقى تعب. بس لو ما عملتيش كده خاصه لاي بيت فيه اولاد هتحسي بمجهود طول اليوم، واليوم بتاعك مش ظابط. علشان يومك يظبط فعلا ابدأيه بالطريقه دي، ادي ولادك حقهم وادي نفسك برضو حقها وكل حاجه، والدنيا هتمشي. ومعلش تعالي على نفسك شويه. بدأت كده امسح البيت كويس جدا بالميه والمعطر. معطر بقى ريحته ما اقولكوش، تعقيم وتطهير وكل حاجه. وهنشف وافرش دلوقتي معاكم كده. تمام حبيباتي، بدأت بقى ألمع السفرة بشوية خل كده، وهجيب المفرش اهو نشف خلاص. يا سلام بقى على احساس النظافة والانتعاش. تعبت وصحيت من الصبح تعبانة واشتغل وبنضف، بس راحة نفسية مفيش بعدها. انا ممكن ابقى ما اشتغلتش في البيت والبيت متكركب، مرتاحه جسديا بس نفسيا قاعده انكد في نفسي كده من جوه، فده برضو بحس ان انا مش مرتاحه ولا مبسوطه. انا كده الحمد لله مبسوطه وراضيه ومستعينه بالله ومتوكله على الله، وقايله دعائي قبل ما ابدا: اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. شلت السجاده. البنات اللي بيقولوا لي حبيباتي بقى من الدول التانية انت ليه بتفرشي حاجه في الارض؟ اي بيت فيه اطفال ما ينفعش ما يفرشش في الارض حاجه، البيت هيتدحمس وهيتعكعك، لازم يبقى فيه فرشه في الارض. شلت بس السجاده اللي في الاول وحطيت بدلها بيت الالعاب. واللي هيقول لي حطلي في المكان ده في ضيوف بييجوا وفي ناس، انا بالنسبه لي ما حدش بيجي لي يا بنات، خاصه احنا في ايام ما حدش بيروح لحد، ويعني يعتبر البيت بيت عائلي شويه يعني، واخده بالي؟ يعني لو حد هيجي لي بيجي حد قريب مننا. كده خلاص البيت تمام ما شاء الله. ما رشيتش معطر النهارده، انا مسحه بالمعطر والبيت كله ريحته زي الفل. تمام. نيجي بقى على اوضه البنات نشوف كده شكل البيت كله. اهي الاوضه زي الفل، بس المروحه رفعت الملايه. هم كده منتعشين صحتهم من بدري، يلا ورانا تنظيف ورانا مسيح النهارده، لازم البيت كله يكون فاضي علشان اقدر انضف. وادي المطبخ. ندخل بقى على تجهيز الغداء. انا هعمله مع نفسي سهل جدا. مكرونه بالبشاميل عملتها معاكم قبل كده، اكتبي مكرونه بالبشاميل قناه عيشي حياتك هتطلع لك. تمام. ما حبيتش ان انا اوجع دماغكم تاني بالمكرونه بالبشاميل. طبعا اللحمه فكت اهي خلاص معايا، والباميه خلاص اتصفت تماما. هبدا احطها في التلاجة بعد ما نشفت خالص، واعملها مثلا بكره ان شاء الله. ما تنسيش اللايك، جزاكم الله خيرا. بحبكم في الله، بحبكم في الله. دمتم في امان الله متابعاتي متابعات قناه عيشي حياتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.